نعم، أنيس حاج موسى شأنه يتعاظم، كل أسبوع يتألق، يراوغ، يسجل، يمرر. هذا الأسبوع لم يفعل أي شيء، ولكن زملائه في نادي فينورد تحدثوا عنه. أبرزهم هوانغ إيم بيوم الذي تحدث عنه وقال بأن حاج موسى لاعب يثير الجنون، إنه يراوغ الجميع بسهولة فائقة، وقال بأن قدراته على مواجهة المدافعين رجل لرجل قدرات خارقة وخيالية، وقال بأن الجميع يعرفه في التدريبات، يتوجه إليهم ليقوم بحركة استثنائية فيسقط أحدا أو يراوغ أحدا. لاعب مهاري، لاعب في أعلى مستوى، نجم جزائري يتلألأ. وكيل أعماله تحدث هذا الأسبوع لكن رفض أن يكشف أسماء الأندية المهتمة بخدماته. في نفس الوقت قال بأن هناك أندية كبيرة ومهمة في أوروبا تراقب حاج موسى عن كثب. ليس فقط زملائه داخل المستطيل الأخضر، وليس فقط أنصار ومتتبعين الكرة الأوروبية وأنصار فينورد بصفة خاصة، بل إمكانيات حاج موسى مثيرة للانتباه. محمد، ما يقوم به داخل المستطيل الأخضر يثير إعجاب أين كان. تقني بحت، لاعبين دوليين سابقين سواء هنا في الجزائر أو في أوروبا. هناك مؤشرات لما تشوف لاعب كيف يداعب الكرة تعرف أنه هذا اللاعب بإمكانه أن يكون مطلوب في الدوريات. شكرا جزيلا. من عند الأندية الكبرى. شوف قلت لك مثلا ريال مدريد وبرشلونة دائما يركزوا على الاجنحه اللي تروح الواحد ضد واحد، كيما فينيسيوس كيما رودريغو، تعطي له الكره ما يعاودش يولي عندك، يروح مباشره. وهذا انيس حاج موسى من ابرز خاصياته انه بمجرد انه يستلم الكره على الخط راح يدخل ناحيه العمق ويروح بيتكوفيتش في ورطه اذا واصل حاج موسى تألقه وتعملقه وتلألؤه، لانه عنده الكابيتان رياض محرز. ماذا سيكون فاعلا؟ سيلعب محرز. نعم. ولكن يجب أن نعرف كيف نستخدمه أيضا. ربما 30 دقيقة الأخيرة أكيد، لأنه محرز قائد الفريق أولا، وثانيا مهما تألق حاج موسى سيبقى محرز. نعم، بعد المردود تاع اللاعبين في المنتخب ثانيا. المنتخب فوالا هذا حبيت نقول. الأسبوع قبل المباراة هو الأهم بالنسبة لبيتكوفيتش، حتى وين كنت في تدريبات أيضا في الدورات المغلقة هي الأهم بالنسبة له، واش يشوف قدامه اللي يلعب، اللي يشوفه قدامه اللي يلعب نعم. أساسي. نعم. أيت نوري في قائمة أعلى الأظهرة في العالم. أيت نوري يميدو يحتل المركز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 35 مليون يورو. الأول هو فيديريكو دي ماركو الإيطالي المعروف. نونو مانداس البرتغالي، بعد الفونسو ديفيس المرشح للانتقال للريال، تيو هرنانديز المرشح للانتقال لمانشستر يونايتد، ودوغي لاعب نادي توتنهام. نعم. ريكاردو كالافيوري ولو انه مدافع محوري، لكن اليخاندرو بالدي، اندريا كامبياسو لاعب اليوفي، اليخاندرو غريمالدو. هؤلاء احسن منه ميدو؟ كاين اللي احسن، ما نقدرش نقول لك احسن منه ولا ماشي احسن منه. هؤلاء يلعبون في انديه تنافس على القمه، بينما هو يلعب في نادي ويضيف الى ذلك توقف تألق أيت نوري هذا الموسم هو الذي ربما أيت نوري لم تكن له استمراريه منذ سنتين. صحيح انه كان يقدم فوق المستطيل الاخضر بشكل رهيب عفوا، ولكن هذا الموسم سواء مع المنتخب أو مع ناديه ولفرهامبتون نوعا ما لم تكن استمرارية في تلك الأداء الذي عودنا عليه، ولكن ربما حتكون له دافع. لأنه محمد عودية الموسم الماضي كنا نتحدث عن حوالي 50 مليون يورو كقيمة سوقية لأيت نوري. أنا أعتقد بأنه تراجع الآن. نعم تراجع، هذا لأنه لم يؤدي بشكل جيد في بداية الموسم مع ولفرهامبتون. ضف إلى ذلك ولفرهامبتون متديل ترتيب الدوري الإنجليزي أيضا. محمد أكيد، وحتى شوف حتى الأرقام التي تنشرها المواقع المختصة في تقييم القيمة السوقية للاعبين، لما نرجع لأرض الواقع راح تشوف أرقام أخرى مغايرة. الآن لكن فيها نوع من الحقيقة. أنا معك محمد، بصح لو يكون نادي مثلا برشلونة مثلا مصر على التعاقد مع رايان أيت نوري، يقدر يدفع 40 مليون 50 مليون عادي. محمد وشنو قلت لك دائما هنايا الجنسية تلعب دور. صحيح. شوف عاود ردنا القائمة عادل من فضلك، شوف الجنسيات الموجودة تاع الأظهرة اليسرى الموجودة هنا: إيطاليا، البرتغال، كندا، فرنسا، إيطاليا هي شرط إسبانيا، إيطاليا، إسبانيا مع هؤلاء الأظهرة، لأنهم صراحة أحسن الأظهرة اليسرى حاليا في العالم. نتمنى له أنه
يكون اكثر جديه، باسكو عنده واحد اللاعب من ذاك يلعب لعب استعراضي اكثر منه صرامه تكتيكيه على ارض الملعب. القيمة السوقية لعمورة أيضا ترتفع من 16 مليون يورو إلى 22 مليون يورو ميدو. نعم، عمورة دون اون كورب اسوندونت، يعني في منحنى تصاعدي من حيث المستوى ومن حيث القيمه الماليه، لانه بارتفاع مستواك ترتفع قيمتك الماليه اكثر. اللاعب اللي انطلق ب 800 الف يورو اليوم يتواجد 150 ألف يورو في وفاق سطيف. في وفاق سطيف اليوم يصل الى 22 مليون اورو، شيء ايجابي وشيء ممتاز جدا بالنسبه لعمورة. هدف بنزية في الدوري الآذري، تفضل عودية. بنزية حتى وإن لم يتوج بجائزة بوسكيتش، وفي لعادته وتقاليده مع نادي أذربيجان في البطولة الآذرية. هدف مهاجم رأس حربة حقيقي بالرجل اليسرى. جميل أنه ترى المهاجمين المنتخب الوطني هذا الموسم يسجلون من مباراة إلى أخرى، هذا دافع قوي بالنسبة لهم ليكونوا في المنتخب الوطني إن شاء الله. بن سبعيني أول قدم هدف منذ شهر ونصف بالنسبة لبنزية، منذ شهر ونصف. نعم. تمريرة حاسمة كانت أيضا لبن سبعيني في الدوري الألماني، مواجهة عمورة. أموره تسر الناظرين ما شاء الله والمتابعين منذ وصول نوري شاهين لتدريب الفريق. سي سا نجم اونطرينور يطفيك، نجم اونطرينور يعطيك لا شونس ولكن تعب بن سبعين. نعم اكيد الفرصه، لكن الموسم الماضي ايضا كان في مستوى جيد، لكن مع المدرب لعب ايضا ميدو نعطيك احصائيات. بن سبعين هذا الموسم لعب 14 من اصل 15 مباراه لعبها بوريسيا دورتموند، لعب 9 مباريات كاساسي، سجل هدف وقدم 4 تمريرات حاسمه. احصائيه لا باس بها بالنسبه لظاهر. كانوا 4 تمريرات حاسمه تقدر تحكم لاعبي الوسط الهجومي تاع النادي بروسيا دورتموند، ما تلقاش لاعبين عندهم 4 تمريرات حاسمه. صحيح. نعم، استغل الفرصه جيدا، الفرصه التي منحها له نوري شاهين استغلها جيدا، ورد على من كان ينتقده الموسم الماضي بانه مدافع تقليدي، مدافع ايسر تقليدي ويكتفي فقط بادواره الدفاعيه. هذا الموسم انا نشوفه رامي بن سبعيني مختلف تماما. نعم، ياسين تيتراوي هداف بصناعة مواطنه آدم زرقان في الدوري البلجيكي. أمين. نعم، ياسين تيتراوي من بين اللاعبين الذين يجب أن نسلط عليهم الأضواء في الأيام المقبلة، لأنه صراحة يبصم على بداية موسم جدا رائعة، ويعتبر من بين أحسن اللاعبين الجزائريين، لاعبي الوسط، لاعب مهاري، موهبة جزائرية خالصة، يجب أن يحظى بالمتابعة سواء الإعلامية أو من التقنيين ومن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، حتى هو عنده ما يمكنه أن يقدمه للمنتخب الوطني الجزائري. نعم، حماد عبد الله محل اهتمام نادي أولمبيك مارسيليا. نعم، حتى حماد يريد أن يلعب في أولمبيك مارسيليا. حماد عبد الله سي لان دي ميور جوار في لا فاز الأخرى هذه تاع البطولة الفرنسية، متألق كثيرا في منصب رقم 10، لأنه نادي أونجي يلعب ب 4-2-3-1 رفقة فريد الملالي أيضا يقدم مرحلة أولى من الدوري الفرنسي ممتازة. نأمل أن لا يكون نادي أونجي جشعا جدا في طلبته المالية. أكيد، من أجل إتاحة الفرصة لعبد اللي، من أجل فرانشير ان بالي يجوي الون. آخر خبر بالناصر يعود إلى التدريبات مع ناديه ميلان، وعودته باتت قريبة للمباراة. شيء جميل جدا، خاصة وأنه بالناصر كانت توالي الإصابات التي تعرضها له في الركبة. نأمل أنه يأخذ كل وقته للعودة، خاصة وأن المنتخب الوطني بحاجة إلى خدماته، كيف لا، ونحن لم نجد خليفة بالناصر في كل المواسم التي لعبها فيها المنتخب الوطني من غيره. نعم، والله فيديو مبهج، لأنه لاعب أولا زملائه فرحين به، عنده مكانة كبيرة في قلوب الجماهير الجزائرية، وعنده مكانة أساسية في المنتخب الوطني الجزائري. ثانيا لأنه لاعب متخلق، لاعب متواضع، نتمنى له كل التوفيق. اسماعيل بن ناصر من بين احب اللاعبين الى قلبي في صفوف المنتخب الوطني الجزائري. شوف حتى طريقه استقباله من اللاعب، تعرف انه لاعب محل اجماع. نعم، محل اجماع اللاعبين كاع يحبوا، حتى ابراهيموفيتش اللي مزاجي ويحبوا بزاف. نتمنى له انه يسترجع امكانياته في هذه الفتره اللي بقات قبل مباراه بوتسوانا في كاس العالم، تصفيات كاس العالم، لانه راح يكون مهم جدا 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 داخل المجموعه في هذه المباريات، في هذه المباراه وفي كامل المباريات المتبقيه في تصفيات كاس العالم، انه لاعب عنده سنوات طويله مع المنتخب الوطني الجزائري، عنده باع طويل، لعب في المستوى العالي، عنده خبره كبيره جدا في افريقيا. نتمنى انه يكون في اوج عطاء وفي اتم الجاهزيه في مارس المقبل.